ربما يعمل على أنه يخرج الجزائر من ثوبها هذا الأمر ويخرجها من عقلها، وتقوم بربما بعض المواقف تجاه تونس أو بعض الدول الأخرى، ويخرج الجزائر بأنها دولة عدوانية أو هذا الكلام. العلاقات الجزائرية التونسية علاقات صافية لا يمسها شيء عبد الوهاب جاكون، رغم بعض من يحاول الجرة لهذا الكلام. يا أستاذ درك الشيء اللي لازم نعرفوه أن أولا أن الإعلام الفرنسي له مميزات خاصة. أولا هو ملك لرجال أعمال، هذه لازم تعرف. ممتاز. هذه واحدة. ثانيا كاين حتى اتجاهيا، يعني من الناحية التوجه السياسي عنده ارتباطات، فهمت ولا؟ كذلك لربما جريدة لو موند هي تعتبر وكأنها هي لسان الحال تاع فرنسا في الخارج، للدرجة وأن يجبر على كل السفارات والمؤسسات الفرنسية في الخارج أنها تشترك في هذه الجريدة، الجريدة. احنا فقط لازم نعرف ما هي مصلحتنا ببرودة، ولازم نعرف نديروا السياسة، فهمت ولا؟ لازم نعرفوا نديروا السياسة. احنا اليوم قولها صراحة تربطنا علاقات طيبة مع جرى تونس بكل صراحة، وحتى التونسيين أنا شفت في بعض يعني الحوارات التلفزيونية وين يؤكدوا على قوة الجزائر ومتانة، لا قوة الجزائر في المنطقة، فهمت؟ للدرجة قال ما حتى الودان تاع تونس راهم جايين من الجزائر. واحد يعني محلل استراتيجي، يعني استراتيجي، قال لا، قال ما نقدروش، مش ممكن اننا نفصل يعني لا نبتعد على الجزائر لان عندنا مصلحتنا. لا عندنا مصلحتنا، وزيد الجزائر في كل الازمات تقف مع تونس. كذلك احنا عندنا مشاريع مع مستقبلييه مع ايطاليا، وهذه المشاريع راح تمر على تونس. لا ما تمرش على تونس، ما تمرش على تونس. هذا الانبوب الغاز ما يمرش على تونس، يمر عنابه الميريا سردين معليش. المهم بالحالي يمر على المهم احنا بالنسبه لنا تونس هو حليف استراتيجي، يعني نقولها بكل صراحه فعلا هو حليف استراتيجي، هو كذلك مخرج بالنسبه للجزائر. وربما البعض يدفعك عبد الوهاب يدفعك الى انه تزيد دير مشكل ايضا. لا البعض يعمل على هذا الامر يعني لتشويش العلاقه. حتى في بعض الصحافه التونسيه سمعت كاين موجود. على نكتب فقط على الصحافه الفرنسيه ونتكلم هناك. انا شاهدت حصص في القنوات التونسيه تتكلم لا ولكن ربما قبل امر الرئيس بانه يجب التعامل مع الرعايه. انا قلت لكن الخطاب موجود. هذا من حقهم ربما يتكلموا على انه هناك يعني تفتيش او تشديد، يتكلموا على خلفيه ما جرى، ولكن بعد ما جرى كان هناك حمله. يا استاذ معليش، كان هناك حمله يا استاذ، يعني لازم نقولوها صراحه كذلك. الجار الغربي مستثمر في كل البلدان العربيه، ما بالك استثمر حتى في البرلمان الاوروبي. سمعت وعلاش ما استثمرش في الجزائريين؟ هم كاين الجزائريين هو اصبحوا ابواق المخزن. اذا ولكن كذلك فيه التونسيين اللي يعني بكل صراحه موش يعني عندهم علاقه طيبه ولا ناس يعني حياديين محللين يقول لك يحلل، واغلبهم وكاين قال لهم شوف واش عانينا مثلا من المغرب، وشوف المغرب واش درنا فعلا. يعني بكل صراحه يهمني تعليقك ايضا علي. أنا بعيد عن تكملة بما قال سي عبد الوهاب. أنا أظن أن عندنا المشكل في أولا في منظومتنا الإعلامية، لأن الرد لا يمكن أن يكون دائما بالتنديد. نعم التنديد مليح، لكن اليوم في كل الدول الغربية ليس فقط فرنسا، كل جرائدها، كل قنواتها التلفزيونية، كل إذاعتها عندها صفحات وصفحات تخص الشأن الدولي، وعندها مراسلين في كل دول العالم، إلا الصحافة الجزائرية بشقيها العام والخاص لا تهتم بالآخر، لأن عندما يكتب عليك وأنت تكتب عليه.
وهذا هو المطلوب، لأن لا يمكن لك فرنسا او اسبانيا، لان هناك تقارير حتى في الولايات المتحده حتى في الولايات المتحده هناك الصحافه الايطاليه تتكلم علينا، لكن بحكم اننا لا نقرا بزاف الصحافه الصحافه الالمانيه كتبت، الصحافه الاسبانيه راهي تكتب، لكن احنا ما نكتبوش على الاخرين. ولكن علي معليش تكتب ما كان حتى واحد يمنعك، ولكن في اطار حمله ممنهجه لا حتى في واضحه الاهداف والمقاصد انا نتذكر، هذا هو الشيء يرفض من طرف غالبية الجزائريين. أنا نتذكر في وقت عنده شهرين ولا ثلاثة هناك أيضا ما يشبه حملة في فرنسا في بعض الصحف والمجلات الفرنسية ضد الجزائر. في نفس الوقت كان فيها مقالات في نيويورك تايمز، في الصحافة الإسبانية، في الصحافة الإيطالية، وفي الصحافة الألمانية. كل هذه لأنها عندها اليوم هناك مثلا صفحات في الصحافة الفرنسية وفي الصحافة الأمريكية على بلدان أخرى هما عقليتهم هكذا، يعطيوا حتى في بعض الأحيان الحق لروحهم أنهم يكتبوا على الآخرين لأن يعرفون الآخرون، لكن في الكثير من الأحيان هناك أيضا الانتليجنس أو الذكاء في الرد. مثلا في الصحافة الفرنسية شاهدت مثلا الصحافة الإنجليزية تتهكم على فرنسا حول الإضرابات التي تشاهدها فرنسا. الصحافة الإنجليزية تقول بأن مثلا البي بي سي قالت بأن الفرنسيين يعرفون شيئين: يخسرون المعارك ويقومون بالإضرابات. صورة نمطية. الفرنسيين يقومون أيضا بتقارير حول العائلة المالكة أو حل المشاكل التي وبالتالي يتطلب علينا أيضا أن يكون لدينا منظومة إعلامية محترفة وفعالة. وشاطروا يعني في هذا الجانب. احنا الإعلام الجزائري غايب في الخارج، غايب، أنا نقولها لكم صراحة، رغم وجود مكاتب مكاتب الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية موجودة. لا موجودة. أنا نفتح يعني قوس على تكلمنا على السفارات نتاعنا في الخارج. السفارة تاعنا عندنا ملحق أو اسمه ملحق ثقافي، ملحق عسكري، عندنا القنصل إلى آخره. لازم نقويو مؤخرا مع اللقاء اللي دار الرئيس مع الدبلوماسيه بتفعيل الدبلوماسيه الاقتصاديه، لابد انه يكون عندنا مكاتب للاعلام. لماذا ما تكونش مكاتب للاعلام؟ احنا ما نخليوش غير فرنسا لانه عندنا جاليه فيها. فرنسا عندهم المكلف بالاعلام هو اللي يروح لي بلاطو، هو اللي يدافع على الموقف. روسيا اليوم مثلا الناطق باسم السفاره الروسيه في فرنسا يجول في كل، رغم ان هناك تهجم على بلاده الا انه حاضر في كل بلاطوهات، يتكلم سفير الصين في فرنسا يتكلم في كل البلاطوهات. وزيادة إلى الضغط على السوفت باور الجار الغربية الآن. لماذا يتحكم في الكثير من وسائل الإعلام الغربية؟ يتحكم في بالرشاوى حتى أنهم دخلوا في راس المال الكثير من الشركات. قضية الرشاوى لا تمارسه الجزائر. لا الجزائر لأنها تؤمن بالأفكار. لا ما ترشي حتى واحد. لا سوفت باور. ولكن هذا لا يمنع بأن أهمية الإعلام داخليا وخارجيا. لا ليس بالشق الرشوة. لا هناك حتى أن مثلا العائله المالكه المغربيه عندها مثلا ديزاكسيون في افتيافها مثلا في الجروب تاعها شريت اسهم في شركه، وحنا عندنا شركات كبيره ما دخلت حتى. انا فهمت زكي.